مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يقع في اصعب مجموعه من مجموعات دوري الابطال لهذا العام، والذي تضم فريق شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التنزاني. وبيراميدز يقع في مجموعه في المتناول تضم نهضة البركان المغربي وريفاز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي. وفريق سان داونز الجنوب افريقي يقع في مجموعه سهله الذي تضم فريق سانت الكونغولي والهلال السوداني ومولودية الجزائر. والترجي الرياضي التونسي ايضا يقع في مجموعه سهله والذي تضم فريق سيمبا التنزاني وبيترو اتلوكو الانجولي والملعب المالي. الاهلي يفتح مشواره في دور المجموعات من دوري الابطال بمواجهه شبيبة القبائل الجزائري يوم 21 او 22 نوفمبر القادم على استاد القاهره. واللقاء الثاني سيكون امام فريق الجيش الملكي على ملعب الامير يوم 28 او 29 نوفمبر في المغرب. واللقاء الثالث سيكون امام فريق يانج افريكانز التنزاني يوم 23 او 24 يناير القادم على استاد القاهره. واللقاء الرابع سيكون امام فريق يانج افريكانز التنزاني يوم 30 او 31 يناير على ملعب بنجامين في دار السلام عاصمه تنزانيا. واللقاء الخامس سيكون امام فريق شبيبة القبائل الجزائري يوم 6 او 7 فبراير على ملعب حسين احمد في الجزائر. والاهلي يواجه فريق الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من دوري الابطال، والذي سيقام يوم 13 او 14 فبراير على استاد القاهره. احمد شوبير يؤكد بان امام عاشور اقترب بشده من العوده للتدريبات الجماعيه للاهلي خلال الايام القادمه، ولذلك بعد تحسن حاله اللاعب بشكل كبير والحماس الكبير الذي يمتلكه اللاعب في العوده مجددا. ويؤكد بان إستروب اعرب عن اعجابه الكبير بامكانيات امام عاشور، والذي يفتح المجال لرؤيه اللاعب في التدريبات الجماعيه خلال الايام المقبله. مصدر داخل الاهلي يؤكد بان المغربي توفيق بن طيب هداف دوري الدرجه الثانيه الفرنسي والمتالق بشكل كبير خلال الفتره الاخيره مع نادي تروى يدخل حسابات الاهلي بقوه لتدعيم الهجوم في يناير المقبل. ويؤكد بان مسؤول الاهلي ينتظر خوض الفريق بطوله السوبر المصري والعوده للقاهره لعرض اللاعب على إستروب لاتخاذ قراره بشان التعاقد مع اللاعب او التراجع عن الصفقه. سيد عبد الحفيظ ينتظر خوض الفريق بطوله السوبر المصري والعوده للقاهره من اجل مناقشه بعض الملفات الهامه مع الكابتن وليد صلاح الدين الذي تخص فريق الكوره. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان الكابتن سيد عبد الحفيظ استقر على عقد جلسه مع احمد عبد القادر من اجل تجديد عقده مع الاهلي خلال المرحله المقبله بعد انتهاء بطوله السوبر المصري. وايضا استقر على عقد جلسه نهائيه مع اليو ديانج بشان اتخاذ قراره النهائي سواء بتجديد عقده مع الاهلي او رفض التجديد من اجل اتخاذ الاداره قرار بشان اللاعب. كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ ينتظر عودة إستروب مدرب الأهلي من الإمارات لفتح النقاشات معه من أجل اتخاذ قراره بشأن الراحلين عن الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة. بعثة الأهلي تصل إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل بدء الاستعدادات للمشاركة في بطولة السوبر المصري، والبعثة توجهت مباشرة من دبي إلى مقر الإقامة في العين بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالوصول داخل المطار. مصدر داخل الأهلي يؤكد بأن إستروب عقد محاضرة فنية مع اللاعبين مساء اليوم داخل مقر إقامة البعثة في الإمارات لشرح برنامج الإعدادات الخاص بمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر. وايضا الى جانب شرح بعض السلبيات وايجابيات الفترة الماضية التي شهدت تراجع كبير في النتائج، والذي وضعت الفريق في مرمى الانتقادات الحادة وغضب جماهيري اتجاه اللاعبين بشكل احبطهم قبل شد الرحال لخوض بطولة السوبر. كمان يستروب طلب من اللاعبين باغلاق مباراة المصري ومباريات الدوري والتركيز في بطولة السوبر من اجل تحقيق البطولة لمصالحة الجماهير الاهلاوية. يستروب مدرب الاهلي يشرح للاعبي الفريق بعض الاخطاء التي ارتكبوها في المباريات السابقة في الدوري لتجنب تكرارها خلال الفترة القادمة، ويأمل بأن لا يخطئ أحد من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة الذي تشهد ارتباط الأهلي بمواجهة قوية سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي. وأكد لهم على ضرورة التركيز واللعب بكل جدية من أجل تحقيق الفوز في المباريات خلال الفترة القادمة لاستعادة مكانة الأهلي في الدوري والمنافسة بقوة لحصد لقب دوري الأبطال. قائمة الأهلي الذي توجهت إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض مباريات السوبر جاءت كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير محمد سيحة وياسر إبراهيم ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكم وياسين مرعي ومحمد شكري وكريم فؤاد ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد واحمد عابدين واحمد رضا والي ديانج ومحمد علي بن رمضان ومروان عطيه ومحمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر واحمد السيد زيزو واشرف بن شرقي وتريزيجيه واحمد عبد القادر وجرادي شار ومحمد شريف ومحمد عبد الله. كمان يستروب يضم امام عاشور وحسين الشحات لقائمه الاهلي في السوبر رغم عدم جاهزيتهم لاستكمال علاجهم في الامارات، بالاضافه الى عوده محمد علي بن رمضان واحمد رضا واشرف داري ومحمد شريف للقائمه مجددا.
وايضا القايمه شهدت ضم حمزه علاء ولكن لن يشارك بسبب عدم القيد. مطالب اهلاويه كبيره بضروره التعاقد مع مهاجم اجنبي قوي قادر على قياده خط هجوم الاهلي خلال المرحله القادمه، ولذلك بعد الظهور المتواضع لمحمد شريف وجراديشار مؤخرا واهدار جراديشار للعديد من الفرص في اللقاء المصري البورسعيدي في الدوري، والد اشرف داري يؤكد بان نجله لا يريد الرحيل عن الاهلي خلال الفتره القادمه، ويؤكد بان كل ما يتردد حول ابلاغات الاهلي لهم برحيل اللاعب خلال يناير المقبل كلام غير صحيح وليس له اي اساس من الصحه، خاصه وان اللاعب موجود مع بعثه الفريق في الامارات وسيكون جاهز خلال الفتره القادمه لقياده خط دفاع الاهلي. تصريحات الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي في الاهلي. محمد يوسف قال: نعلم جيدا بنواقص واحتياجات الفريق ونعمل على سوق انتقالات قوي واستثنائي في يناير المقبل ليكون بمثابه قوه دفاع كبيره لتحقيق كل البطولات هذا الموسم. النتائج الحاليه للفريق مجرد كبوه ونحن قادرون على تخطيها والبدء في دور المجموعات بافضل شكل واداء جيد. نثق في اللاعبين والجهاز الفني والنادي سيقدم كل الدعم المطلوب خلال الفتره القادمه. مجموعه الاهلي في دوري الابطال قويه للغايه، فالجيش الملكي اعاد استكشاف نفسه الفتره الاخيره واصبح من اقوى الفرق في المغرب وتفوق على انديه تاريخيه بحجم الوداد والرجاء المغربي، وايضا فريق شبيبه القبائل من الفرق القويه والذي يمتلك خبرات ونعلم جيدا روح الفريق الجزائري وطبيعه المواجهات. حتى فريق انكا افريكانز التنزاني فهو من الفرق التاريخيه والجماهيريه في تنزانيا. رغم قوه مجموعه الاهلي لكن سيظل الاهلي لا يشغله الا الفوز في كل المباريات والتاهل، فهدف الاهلي الرئيسي هو التتويج بالبطوله وهذا ليس من سبيل المبالغه. مطالب اهلاويه كبيره برحيل طاهر محمد طاهر عن الاهلي خلال انتقالات يناير القادمه بسبب ظهور اللاعب بشكل متذبذب مع الاهلي في المباريات خلال الفتره الماضيه. ومصدر داخل الاهلي يؤكد ان الجهاز الفني للاهلي بقياده يوستروب هو الذي سيحدد مصير اللاعب بناء على رغبه الجهاز الفني سواء بتواجد اللاعب مع الفريق او الرحيل عن الاهلي في يناير، لكن هناك استقرار كبير من جانب مسؤولي الاهلي على رحيل اللاعب خلال انتقالات يناير القادمه. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده اللي بتمنى تنال اعجابكم. في نهايه حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي.